السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم 5 لاعبين فهم سوف يكون مستقبل المنتخب الوطني المغربي في السنة القادمين. 5 لاعبين ينشطون في أندية أوروبية ويقدموا مستويات كبيرة في المواسم الحالية. سوف أقدم في هذا الفيديو وسوف نتحدث عليهم بالتفاصيل. قبل البداية في التفاصيل دخول في صلب الموضوع والتحدث عن اللاعبين، لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، اشتراك جديد، ونبدأ على بركة الله في التفاصيل أكثر. عبد الصمد الزولي 21 سنة، خريج أكاديمية نادي برشلونة. قضى سنوات في أكاديمية لاماسيا الكتالونية، وبعدها صعد إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي، وقدم مستويات كبيرة وجيدة، حيث جعل المنتخب الإسباني يطمح بقوة ليضم اللاعب لمنتخب لاروخا. لكن اللاعب الآخر اختار المنتخب الوطني المغربي، ومثل المنتخب الوطني المغربي بعد صراع كبير مع المنتخب الإسباني. اللاعب انتقل إلى أساسونا على نظام الإعارة من فريقه برشلونة، وقدم موسم كبير على مستوى الدوري الإسباني وعلى مستوى كأس الملك مع فريقه أوساسونا. استطاع الوصول إلى نهائي كأس الملك الإسباني هذا الموسم، لكن لم يستطع التتويج بأول ألقابه على المستوى الأوروبي. لكن للأمانة اللاعب يمتلك إمكانيات خرافية وجيدة، وكما قلنا فاللاعب خريج أكاديمية نادي برشلونة، وكنا نعرف أن أكاديمية نادي برشلونة تبرز العديد من المواهب، أبرزها ميسي وإنيستا وتشافي وبوسكيت. اللاعب الثاني فهو بلال خانوس. بلال خانوس صاحب 18 سنة، خريج أكاديمية نادي أندرلخت البلجيكي، ولا يلعب حاليا في نادي جينك البلجيكي. موسم استثنائي للدولي المغربي، وقد ظهر مع المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر بعدما استدعوه والد الركراكي لأول مرة ليكون مع المنتخب الوطني المغربي الأول. اللاعب قاد في الفئات السنية للمنتخب بلجيكا، وبعدها قرر تمثيل المنتخب الوطني المغربي وانضم إلى المنتخب أقل من 20 سنة، وهو حاليا يلعب مع المنتخب الأول ويقدم مستوى جيد على مستوى الدوري البلجيكي، حيث في الموسم الحالي فاز بأفضل لاعب شاب على مستوى الدوري البلجيكي. وهذا شيء كبير لأنه لاعب يمتلك إمكانيات خرافية وجيدة على وسط الميدان، ولاعب بشخصية قوية، ويمتلك حس هجومي ودفاعي من الطراز العالمي. للأمانة أنا أرى مستقبل الخنوس سوف يكون جيد إذا استمر على هذا النحو. اللاعب الثالث فهو أنس زروري، خريج أكاديمية نادي تشور البلجيكي، والذي ينشط حاليا في فريق برلين الإنجليزي. اللاعب استطاع الصعود مع فريقه برلين إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم بعد موسم كبير في تشامبيونشيب مع فريقه برلين. فهو اللاعب كما قلت خارج أكاديمية نادي تشور البلجيكي، قدم موسم كبير في تشامبيونشيب، واستدعاه الناخب الوطني والد الركراكي لبطولة كأس العالم قطر بعدما أصيب أمين حريث قبل بداية المنافسة. اللاعب كذلك مثل منتخب بلجيكا على مستوى الفئات السنية قبل أن يقرر تمثيل المنتخب الوطني المغربي في الأخير. اللاعب كذلك يمتلك إمكانيات رائعة على المستوى الهجومي، واللاعب يمتلك حس هجومي رائع وكذلك حس تهديفي من الطراز الجيد، أفضل من الزلزلي في هذه النقطة على مستوى إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف. واللاعب الرابع فهو بنجاما بشواري، لاعب سانت إتيان الفرنسي، صاحب 19 سنة، لاعب ينشط في الفريق الأول ويكون أساسي باستمرار، ويقدم المستويات الكبيرة على مستوى الدوري الفرنسي للدرجة الثانية مع أكبر نادي وأعرق نادي فرنسي على المستوى المحلي نادي سانت إتيان. كما قلت يشارك باستمرار ويقدم مستويات كبيرة ويقدم أداء جيد. كذلك تم استدعائه لأول مرة مع المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة وليد الركراكي في التربص الماضي في المباراة الودية ضد منتخب البرازيل ومنتخب البيرو، لكن لم يشارك في أي دقيقة وظل في مقاعد البدلاء. لكن الأهم أن اللاعب لديه إمكانيات خرافية جيدة، وسوف يكون له مستقبل كبير مع المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله.
كما قلت اللاعب يشارك باستمرار مع الفريق الأول ويقدم أداء استثنائي، أداء رائع، وفي القريب سوف نراه في نادي كبير على المستوى الأوروبي. واللاعب الآخر في القائمة فهو اللاعب إسماعيل الصبري، لاعب ايندهوفن الهولندي. اللاعب يمتلك إمكانيات خرافية وجيدة، يشارك باستمرار مع الفريق الأول لفريق ايندهوفن على مستوى الدوري الهولندي الممتاز. اللاعب كذلك ينشط مع المنتخب الوطني المغربي أقل من 23 سنة، ولم يشارك مع المنتخب الوطني المغربي الأول، لكن سوف نراه قريبا في المنتخب الوطني المغربي الأول، لأنه لاعب يمتلك إمكانيات خرافية وجيدة ويمتلك حس هجومي عالي. وشاهدناه في العديد من المباريات مع فريق ايندhoven، لا على مستوى الدوري الهولندي وعلى مستوى الدوري الأوروبي، خصوصا في مباراة إشبيلية ضد ياسين بونو ويوسف نصيري. كان أساسي في تلك المباراة وقدم مستوى هائل وجيد، وكذلك هدد مرمى بونو في أكثر من لقطة. لاعب بإمكانيات خرافية ورائعة، وكما قلت في القريب سوف نشاهد مع المنتخب الوطني المغربي، وسوف تتأكدوا من كلامي أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة. طبعا هذا هو كل شيء بدينا. طبعا هذا الجزء الأول من هذه السلسلة، في انتظار الأجزاء القادمة. سوف تكون على لاعبين آخرين ينشطون في أوروبا ويقدموا مستوى هائل مع أنديتهم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، سيلقاك جديد، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.